صباح الخير وصباح المودة أحبتي الكرام، تحياتي لكم. منول بيتفق معاي إنه يوم من الأيام الأسطورة كريستيانو رونالدو حيكون رئيس لدولة البرتغال. لو تابعنا الناس اللي بتتابع الأسطورة كريستيانو رونالدو، يمكن من أكبر الشخصيات في العالم اللي عندها شعبية نسبة للشهرة بتاعه والمال بتاعه وكل شيء بيملكه. وقبل فترة لو نحن قاعدين نتابع ما بين الرياضة والسياسة والجولات الخاصة، يمكن كان رئيس البرتغال زار ترامب، وقعد ترامب سأله سؤال مباشر، قال له رايك شنو يوم من الأيام إنه كريستيانو رونالدو لو بقى رئيس لدولة البرتغال. وأمس القريب ده يمكن شاهدنا زيارة لكريستيانو رونالدو مع الوفد السعودي للبيت الأبيض، وقعدوا يتناولوا العشاء بعد ما إنه هم قعدوا الجلسة اللي هم عايزينه. ومن أجمل الحاجات إنه شخصية كريستيانو رونالدو ممكن الناس تتابع وتشوف الرجل ماشي بكل ثقة وبكل جراءة، وشخصية حقيقة يستحق إنه يكون يوم من الأيام رئيس لدولة البرتغال. وكريستيانو رونالدو شخصية إنساني، شخصية جميل جدا، يمكن واحد يكون واحد من الشخصيات العظيمة. ونتمنى إنه كل الأساطير، أساطير كرة القدم، إن يكونوا برضو ملمين، لأنه الشخصية اللي بتقوم من لا شيء إلى شيء، فأنت بتلقاه إنه إنسان حكيم وإنسان عطوف بيقدر يقدم ويساعد. نتمنى إنه الأسطورة كريستيانو رونالدو يوم من الأيام يكون رئيسا لدولة البرتغال. وأنا من هنا بحنيك الأسطورة الكبير كريستيانو رونالدو، لو حتى يوم من الأيام ما بقيت رئيس لدولة البرتغال، أن إحنا بنعتبرك رئيس لنا وقدوة للأجيال القادمة، وإنت إنسان تستحق تكون كل شيء. الأسطورة كريستيانو رونالدو CR7، تحياتي لك وربنا يحفظك ويحفظ نسلك.